فيلم طلق صناعي واحد من أفضل الأفلام المصرية، واتعمل فيه واحد من أفضل أدوار ماجد الكدواني، ورغم كده إن الفيلم ده مظلوم جدا وفي ناس كتير لسه ما شافتوش، مع إنه بيناقش موضوع مهم. فالنهارده هنتكلم عن الفيلم وهنجاوب على الأسئلة دي. ليه الجنسية الأمريكية كانت مهمة لحسين؟ وإيه اللي كان هيحصل لو ابن حسين خد الجنسية الأمريكية؟ بيبدأ فيلمنا إن بنشوف تاريخ 14 فبراير 2013 الساعة 10 صباحا في السفارة الأمريكية، وبعدها بنشوف حسين ومراته هبة وبنشوفهم بيقدموا عشان يسافروا أمريكا، والموظفة بتقول لهم إيه اللي اتغير عن المرات اللي فاتت عشان تسافروا. والكلمة دي بقى هنا مهمة. هتقولي ليه؟ هقولك إن إحنا كده عرفنا إن هما جم كذا مرة قبل كده واترفض، وده بنعرفه أكتر من رياكشن حسين اللي هو باين إن هو جاي وعارف إنهم مش هيتقبلوا، بس برضه بيروح اللي هو يمكن يعني يتقبل. وبعدها جينيفر بتسألهم وبتقول لهم إزاي هتقعدوا في أمريكا وتاكلوا وتشربوا وتقعدوا في أوتيل ب $500 بس، فيبقى بتقول لها إن هم معاهم $500 تانيين، وفعلا ما بيتقبلوش وبتقول لهم تعالوا تاني بعد 6 شهور. واستنى بقى هنا عشان الكلمة دي هتتقال كتير جدا تقريبا مش حافظين غيرها. والمهم ان بعدها حسين بيقول لهبه ان احنا كنا عارفين ان هيحصل كده، وبعدها بيديها برشام عشان تولد اسرع لانها حامل وهو عايز ابنهم يتولد في السفاره وياخد الجنسيه الامريكيه، ولكن هبه بترفض. بس لما بيقول لها حسين ان هو عايزاه تاخد البرشام عشان عيالهم فعلا بتاخدها وبتخش الحمام عشان تاخدها. وبعدها بنشوف واحده مزنوقه جدا وعايزه تخش الحمام وبتعمل قلق قدام الحمام، فبنشوف طارق واحد من اللي شغالين في السفاره بيحس ان في حاجه غلط فبيخلي الامن ييجوا عشان يفتحوا الحمام، وبيجوا الامن فعلا، ولكن بتحصل المفاجاه. حسين بياخد السلاح من فرد الامن وهنا بيبدا الصراع، وفعلا حسين بيثبت السفاره. وانا عايز اعرف حاجه، يعني هما بعد ما وقعوا فرد الامن وحسين ايه اللي حصل عشان حسين هو اللي ياخد السلاح؟ وفين فرد الامن التاني؟ يعني لو فرد الامن التاني ده طلع سلاحه وهم واقعين كان الحوار خلص. مش فاهم بجد المشهد ده حصل ازاي. وبعدها بنرجع قبلها بساعه وبنشوف المعامله اللي بتحصل مع حسين ومراته. اما فرد الامن بيقول له انت من ساعه ما دخلت هنا انت في امريكا مش في مصر وهنا في نظام. وفي جانب تاني بنشوف مريان وبنشوف الموظف اندرو بيقول لها ان هي طلبها مرفوض، وبتقول له ان هي رايحه زياره لابنها ومش هتقعد كتير، وبيقول لها الجمله الشهيره عندهم وهي حاولي بعد 6 شهور. وبعدها بنشوف اندرو جايب هديه لجينيفر، ولكن قبل ما بتشوف هديته بتوري له هديه طارق، وطارق ده مصري وشغال في السفاره الامريكيه. ولما بيشوف اندرو هديه طارق بيحاول يقلل من الهديه بتاعته وبيقول لها حلوه بس شكلها من مصر، وبيقول لها ان مفيش حاجه في مصر اصليه. روح يا عم العب بيت هات لها هديه بعد 6 شهور يمكن تحبك. وفي جانب تاني بنشوف اتنين مثليين عجل يعني بمعنى اصح واندرو بيسالهم عايزين تروحوا امريكا ليه، وسايب بيقولوا ان هم شمال ومعناه ان هم عايزين يسافروا عشان مش واخدين حريتهم في بلدهم، ولكن هم مش كده، هم بيمثلوا ان هم كده بس عشان يسافروا بره البلد. وبعدها بنشوف جينيفر بتقول لمحمد انه باين عندها ان هو مسلم وهو بيقول ان هو مسيحي، فبتقول له ايه اللي يثبت انك مسيحي؟ بيقول لها ان الدين في القلب ومش بالورق، وطبعا هو عامل كل ده برضه عشان يسافر بره البلد. وبعدها بنرجع تاني وبنشوف حسين وهو مثبت الصفار، وبتطلع هبه من الحمام وبتتفاجئ لما بتشوفه ماسك السلاح وبتقول له ان هي خايفه عليه. وبعدها بنشوف اندرو بيقول لحسين حتى لو ابنك اتولد هنا مش هياخد الجنسيه، وحسين بيقول له ان هو سائل كويس جدا وعارف هو بيعمل ايه. وبعدها بنشوف هبه بيغمى عليها. وبعدها بنشوف حافظ البرديزي مدير امن القاهره وبنعرف ان هو جه لان السفير الامريكي احتاج مساعدته. وفي جانب تاني بنشوف حسين بيعامل اندرو نفس المعامله اللي كانوا بيعاملوه بيها، وبيقول انك من ساعه ما دخلت هنا انت في امريكا مش في مصر وهنا في نظام. وبعدها بنشوف السفير بيقدر يتعرف على حسين وبيدي الملف اللي فيه المعلومات عن حسين للواء حافظ. وبعدها بنشوف عصام المشهد ده مش غلط والله، حسام عامل نفسه واحد عشان يسافر امريكا برضه. وفي جانب تاني بنشوف السفير الامريكي بيتصل بحسين وبيكلمه وبيقول له اللي بتعمله ده جريمه دوليه وهتعرض نفسك واللي معاك لخطر كبير، ولكن حسين بيقول له الخطر هيحصل لاي حد هيخش السفاره. وبعد كده اللواء حافظ بيقول للسفير الامريكي خلينا نتفاوض معاه، والسفير بيقول له هتعرف تتفاوض، وبيقول له ان هو خبير استراتيجي في التفاوض. وفعلا بيكلمه وبيقول له دكتور مين يا ابني المره اللي انت قاعد مدخلوه جنرال حافظ. ايه روح امك فاكر نفسك في الشارع تروح تطلب احنا ننفذ. حرفيا انا اتقتلت هنا من الضحك بجد، المشهد ده جامد قوي. المهم ان بعدها حسين بيتضايق جدا وبيتعصب من طريقه اللواء وبيقول له ان اي حد هيفكر يخش السفاره يطلع تصريح دفن لكل اللي موجودين فيه. وبعدها بتشوف حسين بيدور في السفاره على دكتور لمراته وبيلاقي بالطو بتاع دكتور، وبنعرف ان هو بتاع سعيد، وبيروح سعيد عشان يولدها بس بيبان ان هو على الله خالص ومش عارف اي حاجه. وبنلاقيه في الاخر بيقول لحسين انه ساقط اولى طب ومزور الشهاده عشان يسافر برضه، فحسين بيقول له يشوف لها اي حاجه من اللي درسوها في اولى طب وبيدي لها في الاخر بنادول. وبعدها السفير الامريكي بيكلمه وبيقول له طلباته، وحسين بيقول له ان هو عايزهم يدخلوا له دكتور نسا، والسفير بيوافق وبيقول له ساكيها هتطلع 5 امريكيين، ولكن حسين ما بيوافقش. وبعدها الحكومه بيروحوا يدوروا على معلومات اكتر عن حسين وبيستجوبوا ام هبه وصاحب حسين وبياخدوا صاحب حسين معاهم. وبعدها بيدخلوا له الدكتور وبنعرف ان هو رائد طبيب ومعناه ان هو طبيب في جهه عسكريه، وحسين بيكتشف كده وبيخلي سعيد يفتشه وبيطلعه بره السفاره. وبعدها سعيد بيجي عشان يدي حقنه لهبه ولكن ما بيعرفش لانه فاشل اصلا وبيغمى عليه لما بيشوف الدم. وبعدها بنشوف هبه بتقول لحسين انها ما خدتش الحبايه اصلا عشان تولد، وبنعرف كمان انها رمتها في الحمام
عطل انا لو مكانه هقتلها. يعني الراجل مثبت سفاره كامله عشان ابنه يتولد هنا وفي الاخر ما تاخدش الحبايه، وبياخد الصدمه حسين وبيقعد وبيسيب السلاح وبيقول لها ولادها هيطلعوا من غير اب عشان ولا حاجه، وبيقول لها ان انت لازم تولدي هنا وبيخليها تطلع على الكرسي وتنط. مره واحده بنلاقي بنزين نازل عليهم من السقف، وطبعا اللي عمل كده اللي هو حافظ. وبعدها بنلاقي حسين بيهددهم وبيطلع ولاعه وبيقول لهم اي حد هيقرب من السفاره المكان كله هيولع، والسفير الامريكي بيهديه وبيقول له ياخد خرطوم حريق في ميه من المكان ويرش بيها نفسه ومراته والرهاين. وبعدها حسين بيتأسف للرهاين وبيقول لهم يقعدوا على المكاتب عشان مش مبلوله. وهنا بيبان شخصيه حسين ان هو راجل طيب جدا ومش بتاع الكلام ده، بس خلاص هو مش شايف حل غير كده. مش معنى كده انه طالما مش هيسافر خلاص يبقى يثبت سفاره كامله يعني، فهو شخصيته فيها تناقض عموما. وبنشوف اللي هو حافظ بيقول للسفير الامريكي ان اللي اترش عليهم ده مش بنزين ودي خطه عشان نضغط عليهم. وبعدها بنشوف رئيس الوزراء وحافظ بيقول له ان هم مسكوا المحامي بتاعه وصاحبه اللي قال له يعمل كده. وبعدها بنشوف اندرو بيقول لمحمد اللي عامل نفسه مسيحي ادعي لنا نخرج من هنا، وبيقول له لو انت مسيحي فعلا ادعي. وبنشوفه بيدعي وبيقول اي حاجه حرفيا وبيدخل ادعيه اسلاميه اصلا، وفي الاخر اصلا بيقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبالمناسبه دي بقى يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبعدها بنشوف صاحبه والمحامي بتاعه عبد الفتاح اللي قال له الفكره دي، وبيقول له ان هو كان بيهزر معاه. وحسين بيقول له لو هما مش مهددينك خش السفاره عينك في عيني وقول لي الكلام ده. وبعدها بنشوف سيد بيقول لعصام انه مش راجل وانه حاجه تانية وهو عارفها كويس، وعصام بيتاثر بكلامه. يا راجل اسف معلش يا عصام يعني انت عامل كل ده وفاكر نفسك راجل ازاي يا اسطى؟ وبعدها عبد الفتاح بيخش له وبيقول له ان عياله مش هياخدوا الجنسيه، فيبقى بتقول له خلاص سيب الناس طالما مش هياخدوا الجنسيه. وحسين بيقول لها ان هو بيكذب وبيشيل النضاره من على وشه وبيلاقي وشه متشوه وبيبان ان هما ضاربين ويطلعوا بره السفاره حسين. وبعدها بنشوف هبه ماسكه المسدس وحاطاه على راسها وبتقول لحسين يطلع الناس عشان ما تموتش نفسها. وفي الاخر حسين بيقول لها ان انت لو متي العيال كمان هيموت، وبتسيب المسدس. وبعدها هبه بتقول للرهاين لو حد فيكم قام خد منه المسدس هتروحوا. وبيقوم عصام وبيضربه حسين فبيقعد تاني. يا عصام ما تخليك في حالك يا عصام، بتجيب لنفسك الضرب والكلام ليه؟ وبعدها الكهرباء بتقطع عليهم وبنشوف هبه تعبانه. وبعدها بنشوف حسين بيكلم رئيس الوزراء وبيقول له يرجع النور. وبعد كده بنشوف السفير بيتفق مع الموظف على خطة عشان يوقعوا حسين، وفعلا جينيفر وطارق بينفذوا الخطة وبيخلوا حسين يروح عند الشباك وبيتضرب حسين بالنار في كتفه. وفعلا بيجوا عشان يطلعوا بس بتثبتهم هبة وبتقول لهم يشوفوا حسين، ولكن حسين بيفوق وبياخد المسدس من هبة وبيثبتهم هو. وبعدها حسين بيبقى عايز يقتل جينيفر وطارق لأنهم هما اللي خلوه يروح عند الشباك، ولكن طارق بيقول له إن هي ملهاش دعوة وأنا اللي قلت لك تروح تقف عند الشباك. وفعلا حسين بيخرجه بره وفعلا بنسمع صوت ضرب النار وبيبان ان هو قتل طارق. وبعدها اندرو بيقول له سلم نفسك عشان لما يقتحموا مش هيفرقوا بين مصري او امريكي. وبعدها حسين بيطلع وبيستسلم وبيقول ان هو مش ارهابي وانه بيكلم العالم كله مش المصريين بس، وان هو عايز مراته تولد جوه السفاره عشان عياله ياخدوا الجنسيه. وفعلا كلام حسين بيوصل لكل بيت في مصر. وبعدها بنلاقي المصريين بيعملوا مظاهره وبيروحوا للسفاره الامريكيه عشان يقفوا جنب حسين. وبعدها حسين خلاص بيستسلم وبيقول لهم اللي عايز يطلع بره السفاره يطلع، الباب مفتوح. وبيترجاهم حسين وبيقول لهم ما تقولوش ان مراتي عملت حاجه لانها ما عملتش حاجه وانا اللي عامل كل حاجه عشان ما تاخدش نفس عقوبته وكده يعني. وبيطلعوا بره السفاره وبيساعدهم اندرو وبيقول لهم كود الاوضه المصفحه. وبعدها بنشوف صحفيه كانت بتسال جينيفر عن هل مرات حسين ساعدته ولا لا، ولسه هتقول لها بتلاقي طارق وبتعرف انه ما قتلوش، وبترجع في كلامها وبتقول لها ان هي كان ليها دور كبير في الافراج عن الرهاين. وبعدها بيقتحموا الشرطه المصريه وحسين وهبه بيبقوا في الاوضه المصفحه، وبنلاقي عيال حسين بيتولدوا جوه السفاره. وبتقف المهمه لان السفير بيقول لحافظ ان لو في احتمال ان طفل يكون امريكي ما نقدرش نغامر بحياته، وفعلا بياخدوا الجنسيه الامريكيه وبيخلص الفيلم. وبس كده نيجي للمراجعه والاجابه على اسئله الحلقه. قبل بس لما نتكلم عن حسين وهبه مراته عايز اتكلم عن الشخصيات التانيه اللي في السفاره. من وجهة نظر الشخصيات اللي كانت في السفارة كانت شايفة أمريكا كأنها الحلم الوحيد، عشان كده شفنا ناس مستعدة تكذب أو تدعي حاجات مش حقيقية عنها سواء بدعاء ميول معين أو تغيير ديانة أو تزوير أوراق. فبالنسبة لي الفيلم كان بيوري إزاي بعض الناس وصلت للمرحلة دي إنها تربط النجاح بمكان معين بدل ما تربطه بمجهودها أو قدرتها. وأنا شايف إن بعض الشخصيات دي لو كانت حطت نفس المجهود والإصرار في تحقيق أهدافها في مصر كان ممكن تنجح أو على الأقل تحافظ على كرامتها، وممكن كمان يكونوا متخيلين أمريكا بشكل مثالي أكتر، بينما النجاح هناك برضه هيبقى محتاج تعب وشغل ومش مضمون لمجرد الوصول. نيجي بقى لحسين وهبة نجاوب على السؤال الأول، ليه الجنسية الأمريكية كانت مهمة لحسين؟ أولا ليه حسين كان عايز عياله يتولدوا في السفارة الأمريكية؟ عشان ياخدوا الجنسية، لأن هو شايف إن العيشة في أمريكا هتبقى أحسن كتعليم وكفلوس وكعيشة أصلا عامة. ونيجي للسؤال التاني، إيه اللي كان هيحصل لو عيال حسين خدوا الجنسية الأمريكية؟ وهم فعلا خدوها، بس هل هيعيشوا نفس العيشة اللي حسين متخيلها؟ فعايز أقولك إن برضه مش أكيد إن هم يعيشوا نفس العيشة اللي حسين متخيلها، بس برضه ممكن يكون عندهم فرص كتير لو استغلوها صح، ولو كانوا عاشوا في مصر وعرفوا ياخدوا فرص برضه هينجحوا في مصر، لأن النجاح مش متوقف على مكان واحد. فأنا من وجهة نظري إن سواء مصر أو أمريكا أو أي مكان وأنت عملت اللي عليك وبتحاول تسعى وتنجح أكيد ربنا هيوفقك في مجالك. وفي النهاية بجد الفيلم ده جامد جدا، وماجد الكدواني اختياره في الدور كان موفق جدا، وفعلا ده واحد من أفضل الأفلام المصرية.
وبس كده، صلّي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقول يا قلب أخوك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبس كده، سلام.